اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات اكسبرت توكس. عايزين تعرفوا اكتر عن علاقه الرياضه بصحتنا وبشكل جسمنا، وازاي نوصل ان الجيم يبقى اسلوب حياه وفعلا نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه في الوزن وكمان في الشيب، ونروح الجيم بمزاجنا مش غصب عننا. مش هيبقى معانا احسن واشطر من كابتن محمد ابو النجا. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا بيكي. يعني احنا عايزين فعلا نروح الجيم بمزاجنا مش غصب عننا، لان هو بجد بنروح بعذاب يعني. تمام، هي الجمله حلوه. اه الناس بس تفهمها، يعني ايه بمزاجنا غصب عننا؟ هقول لك. بمزاجي يعني انا رايح اعمل رياضه علشان ما اوصلش ان انا اتعب او يجي لي امراض او يجي لي سكر تراكمي او ضغط او اي مرض من الامراض المعاصره، سواء بقى كوليسترول زياده، سواء وجع مفاصل، كتير لو قعدنا نعد يعني. انا رايح بمزاجي، اتقيت شر الكلام ده. لا، انا رحت العياده ورحت للدكتور وقال لي لا، لازم تروح الجيم غصب عنك عشان وزنك ينزل، معدل ضربات قلبك تتظبط، البلاد سيركيليشن اللي هي معدل ضخ الدم في الجسم يبقى تمام، فانا لازم اروح. فهروح وانا متضايق؟ لا، اروح بمزاجي احسن. بالظبط، نروح احنا بصحتنا وبمزاجنا، ده احسن. طيب قبل بقى ما ندخل في كل الحاجات المهمه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، يعني انا عايزه اعرف ازاي موضوع الجيم ده بقى بالنسبه لحضرتك كده اسلوب حياه وان انت حابه وده الطبيعي بتاع كابتن محمد. والله انا هقول ان انا محظوظ في حياتي، يعني الحمد لله. الحمد ربنا لله. يا رب يكملها بالستر لا يعني. ما شاء الله، الحمد لله. انا وانا طفل، احنا 5 اخوات. اخويا الكبير كبير عني بشويه حلوين، اخويا الكبير عني بحوالي 12 سنه، اخويا الكبير. فهو رياضي وغاوي رياضه وشاب وتمام، وانا كان عندي لسه 7 8 سنين من الطفوله. من الطفوله يعني. فرايح الجيم، فشايف اخوه الصغير، لا تعالى معايا، لا مش عايز وعايز العب وبتاع، خدني غصب عني. فطبعا ما اقدرش اقول له لا، هتضرب. فرحت رايح معاه، فكله عضلات واشكال غريبه واو، وجيمات بقى زمان بقى يعني لو ستاندر، يعني حاجه مش مستمتع. فاتمرنت غصب عني، جسمي وجعني مره التانيه، لكن ببص لقيت نتيجه. انا شكلي اتغير وبقى شكلي فيه حاجه بسطتني، فبقيت انا اللي اروح، بقيت انا اللي اجي على نفسي، بقيت انا اللي احس بالتعب ده ان هو بقى انت مزاج. حبيت الموضوع بعد ما شفت نتائجه على شكلك. برافو عليكي. فاي حد هيروح الجيم بيدور على نتيجه سريعه، شفت النتيجه هتحمس واتحفز. صح. فبالنسبه للاطفال، البدايه ازاي ان انا اخد الطفل احببه في الرياضه اللي هو رايح عليها، وبعد كده اخليه من خلال الرياضه دي يدخل الجيم ويبقى اسلوب حياه. حاجه مهمه جدا كنت عايز اسال حضرتك عليها، ازاي اخلي الاطفال او انا اخلي ابني يبقى رياضي، او لو بقى رياضي ان احنا خلاص بقينا في عصر فيه تمارين ورياضه وكل حاجه، ولكن مش بيكملوا وبرده بيجوا عند نقطه معينه واللي يبقى بطل وما يكملش. نستغرب ليه؟ ما هو انا قاعد في بيت، ابني شايفني بشرب سجاير، احنا بسهر، الاب والام طبعا، وباكل براحتي وبعمل اللي انا عايزه وجانك فود وهات الشوكولاته دي وهات كذا، واقول ايه ده غريبه، ابني ليه احنا بنطلب منهم يعملوا اللي احنا مش بنعمله بس. بالظبط. فلازم الاول اوري له ده يشوفه بعينيه، وبعد كده هو هيكمل لوحده. يعني ايه؟ يعني يصحى الصبح بدري، الطفل لو جه يصحى بدري ما لقاش حد وكله نايم فهينام زيهم، لكن لو صحي لقى كله نشيط وكله صاحي وبيصحى وبياكل وبيشرب وراح المدرسه ورجع. بتكلم بقى في الاجازه، الفتره اللي الكل فيها بيعمل العكس. يعني ايه طفل يسهر للفجر؟ لا سيبوه يلعب، ده اجازه. ما ده غلط. لايف ستايل يبقى لازم اكمل بيه. يعني صحي، لا الاب رايح الجيم ورجع من الجيم. يعني معلومه مثلا، انا بالنسبه لي وانا طفل، امي ست اميه عادي جدا مش متعلمه، لكن انا بقول ان هي احسن من كل المتعلمين اللي شفتهم في حياتي. انا اعرف طعم الصودا وطعم المكملات الغذائيه، قصدي سوري، الجانك فود والبيبسي والشيبسي والكلام ده كله، اعرفه وانا عندي 12 سنه. انتوا كانت منع الكلام ده في تماما. السن الصغير. نفسك في حاجه اشرب عصير في البيت. كنا بنشوف العيال الصغيرين يجيبوا شيبسي وكده، تجيب الاكياس تفضيها وتقلي بطاطس وتحطها لنا جوه الاكياس، اهو شيبسي عندكم. بس على فكره فعلا ده كان موجود طبعا، وكان اكتر ان ما بناكلش بره كتير، اكل بره ده كان مش على طول. فما نخليش تطور الحياه هو اللي يسوقنا. بالظبط كده. صح. طيب في برضو حاجه في موضوع الاطفال، ان مثلا يبقى في جينات، او احنا عارفين ان احنا العيله عندنا الجينات بيبقى فيها اوفر ويت او فيها زياده وزن معين، فاحنا اخدين ان طبيعي يبقى اطفالنا نفس كل حاجه، ونقول انا تخين ابني هيبقى تخين يعني طبيعي. لا انا اسف، الحاجه ديت عشان نسيطر على الفكره دي. يعني ايه جين؟ انا عندي حاجه اسمها فات سيلز موجوده في جسمي. يعني بالزبط. ايه؟
مخازن الفاتس الطبيعيه موجوده. انا لو نميتها هتتنمى معايا، انا لو قللتها هتقل معايا. سبحان الله، الواد طالع شبه ابوه تخين زيه، طب ما هو نفس طبيعه ابوه. هات الطفل لسه مولود دوت، ايوه خده في عيله بياكلوا كويس جدا، صح. ما عندهمش نسبه الدهون الغير مشبعه والدهون المشبعه والحاجات الكتير قوي ديت في اكلهم، هيطلع كويس جدا. ليه؟ لاني ما نمتش فيه السموم اللي انا بحطها في نفسي. يعني هي يا كابتن عادات غذائيه جوه البيت ولايف ستايل في الرياضه، هما الاثنين دول هيغيروا، مش هيغيروا الجينات، ولكن هيخلوا ان الجينات دي مش هي تبقى المسؤوله عن التخن والاوفر ويت والحاجات اللي بتحصل. هيبقى انسان طبيعي بالظبط، انسان طبيعي جدا ورياضي وشكله كويس في عيله هو مش شكلهم، يعني تحسي ان هو طلع مش شكلهم. هما اللي استسلموا وما عملوش حاجه يغيروا بيها الوضع. بالظبط. ده برضه يعني صح. نيجي بقى لموضوع مهم جدا وهو الجيم والرياضه بالنسبه للبنات والستات. في مخاوف في بيوتنا كلها، انت بنت لا انت ما تروحي الجيم وتشيلي حديد وعضلات وماسلز والكلام ده. هل فعلا احنا لو انا واظبت على الجيم بقى وعملت الويت ليفت وشلت احمال هيطلع لي عضلات وبادي بيلدينج والكلام ده؟ هو انت ينفع تنامي تصحي يطلع لك ده؟ لا. هي بالظبط. حضرتك بتتكلمي عن حاجه في الهرمونز اللي هي لو اتشقلبت اي واحده مش هيطلع لها عضلات كده. ليه؟ لان ربنا ما خلقش فيها الهرمون المسؤول عن ده. ربنا خلق فينا كرجاله هرمون التستوستيرون بيخليني اصلع لو انا جينات كده، بيخلي دقني تطلع، شنبي يطلع، صوتي يبقى كده، فبالتالي نفس عضلاتي يبقى بالشكل ده. بالظبط. انت الهرمون عندك ده موجود بنسبه صغيره جدا علشان معادل هرموني لجسمك، لكن استروجين وبروجسترون معدلاتهم اقوى. صح. فاستحاله في رجاله بشنبات وناس قويه بتجيلي نفسها تعمل عضلات. الموضوع صعب جدا. الموضوع ان انا اعمل عضلات دي صعب جدا وياخد مجهود. اشكال بقى لو في فعلا ناس حصل معاهم كده، ده بيكون لعبوا في الهرمونز بتاعتهم. ايوه، انا ببص على الميديا شفت واحده طلع لها عضلات وسكس باكس وعروق، لا انا مش عايزه ابقى زي دي، مش هتعرفي. صح. هي عايزه ده. غيرت في الهرمونز بتاعها، خدت مكملات وخدت هرمونز وخدت منشطات عشان تفضل تبقى بالشكل ده. فانت استحاله يعني هوصل استحاله توصلي لده. صح صح. طيب يبقى بقى في نقطه تانية كويسه، ان انا الجيم ممكن يخليني اعمل شيبنج كويس ويبقى مش بس بخس، لا بخس وشكلي حلو. خديها مني بيرميشن، خديها مني قرار، روحي الجيم واتمرني حديد وشيلي اوزان كل يوم، جسمك هيتحسن واستحاله هيطلع لك عضلات زي الراجل. ليه؟ انا بعدل شكل التركيب بتاع الشيب بتاعي نتيجه التمرين، بس بشرط ان انا اتمرن وانا فاهمه او حد فاهم يمرني. ده لازم هنتكلم عنه، انه مش هروح انا اشيله وخلاص، لان في حاجه اسمها تشوه قوامي واصابات. بالظبط. انا بتمرن على جزء زياده عن جزء، الله انا رجليا بقى شكلها مختلف عن فوق، انا جالي راوند شولدر، انا جالي سكليوزس، انا جالي اصابات. يبقى الشيبنج ده مش انا هروح لوحدي كده الجيم ويلا هشيل، يا اما حد يجايد لازم، يا اما اقرا كويس، يا اما اسال حد هو اللي يجايد الموضوع ويسوق الموضوع صح. لكن ان انا اروح مني لنفسي واشيل ويلا بينا، لا. زي بالظبط اللي بيركب عربيه، يا اما يعرف يسوق يا ما بيعرفش يسوق. مش هنعمل مثلا زي الفنان احمد مكي حزلقوم ما جرب مش يمكن، دي ما فيهاش تجربه. صح. طيب كمان حاجه، يعني حاجه كده احنا بنتكلم على السن، الميتابوليك ايج او سننا بالنسبه لصحه جسمنا وصحه العضلات بتاعتنا والحرق والكلام ده، بيفرق عن سني الحقيقي لو انا بواظب على الجيم والرياضه والكلام ده. فبرضه قول لنا. هقول لحضرتك حاجه، الميتابوليك ايج اللي هي معدل سني الرياضي، يعني ايه؟ أيوة. انا جسمي يناسب سن واحد عنده كام سنه بالظبط. فانا جسمي في عضلات، في دهون، في مينرالز، في فيتامينز، في كل الحاجات ديت بنقيسها ونشوف ادائك الرياضي عامل ازاي في سن كام. أيوة. مثلا انا سني 40 سنه لكن معدل الرياضي بتاعي عندي 18 سنه. شاب عنده 18 سنه انا هو معاه كومبير، انا زيه بالظبط. واحد تاني عنده 25 سنه سنه طالع عندي 55 سنه. طب ليه؟ معدل حرقه، معدل البناء بتاعه، معدل الدهون في جسمه، كل ده ما يتغيرش غير بالرياضه. هل يا ترى انا بقيت كده خلاص استسلم واروح اموت؟ لا، انا بعمل معادله. يعني واحد بيجي لي انا سني دلوقتي وانا عندي 25 سنه 55، بعد شهر نزل بقى 30، بعد شهرين انا رجعت 25، واحد طبيعي. يعني يا كابتن في ده بيحصل وانت بتشوفه التحسن ده؟ دايما كل اللي بيتمرنوا معايا حتى الناس اللي بباشرهم وبتابعهم وكده تحسن هايل. انا عندي نماذج ما شاء الله، يعني في ناس عندها 70 سنه معايا الميتابوليك ايدج بتاعها 30 سنه. في وقت قد ايه يا كابتن بقى لو احنا، يعني انا مثلا ممكن اكون كان قبل كده اللايف ستايل بتاعي ما كانش فيه رياضه وجيم
وفعلا الموضوع مثلا بداته بعد وقت، عشان ارجع بقى اعوض او ارجع احسن من صحتي واحسن من كل ده، بياخد وقت قد ايه مثلا؟ بص حضرتك، انا راجل رياضي وبطلت فتره معينه لظروف ما، مرض، سفر، اي حاجه. اللي انا بنيته ما بيروحش، في حاجه اسمها ماسل ميموري. انا عندي ذاكره عضليه في جسمي واداء، انا فاهم وكل حاجه. اول ما بظبط اكلي وابتدي على التراك، يعني هناخد رينج 15 يوم لشهر ارجع جسمي متزن تاني وارجع اللي انا عملته، فيرجع ابني عليه واكمله. طب حلو. طيب انا حاسس ببلاتو في جسمي، ان انا جسمي ثابت ما بيعملش حاجه في دي التحسين. شكوى عامه على فكره. علشان في 3 حاجات اساسيه: تغذيه، راحه، تمرين. اخر حاجه افكر فيها التمرين. تخيلي، التغذيه هي اول حاجه. بفكر حاجه في التغذيه وفي الراحه. طبعا انت عندك عربيه عشان تحافظي عليها، دايما بدي الامثله دي عشان الناس لا بتحب عشان تهتم نبسط. بالعربيات. ايوه طبعا، ايوه طبعا. تمام. لازم اعمل لها صيانه، لازم انضفها باستمرار، لازم اراعي ان انا اغير فيها كل الحاجات اللي محتاجه تتغير. نفس الحكايه في البشر، لازم انا كسرت في جسمي وعملت اصابات في الرياضه، هي اسمها أيوة. اصابات ايوه وحرق مايكرو وعملت تيوبز مجهود، لازم ادي جسمي معدلات الراحه بتاعتي عشان يريكفر بالليل. ويعوض اللي حاصل بالليل بالليل. لازم انام من 7-8 ساعات، ممكن 9 ساعات عند بعض الناس، في ناس ما شاء الله بتنام 12 ساعه. بس انا ما بتكلمش في كده، بتكلم النورمال بتاعي 6-8 ساعات يكفي ان انا اخد معدلات، ان انا اعيد بناء اللي انا هدمته واللي انا استغليته والحرق بتاعي بشكل سليم. صح. اكلت كويس، وخدت الراحه، خدت الراحه بتاعتي، ابتدي اتمرن. لو اتهشتكت، لو عملت معدلات رياضه بسيطه، جسمي هيتحسن. طب يا كابتن برضو في وقت احنا بنبقى مثلا مجرد ما انا بتمرن وعملت التمرين فانا عملت اللي عليا، ففعلا بروح بقى البخ في التغذيه وناكل اكل فعلا مش مظبوط، وهو ده اللي بيخلي ان التمرين ما يطلعش باحسن نتيجه ليه. بالظبط. مفيش تغذيه مظبوطه. بصي، في فكر بيقول لك ايه، انا اكلت النهارده 2000 كالوريز، لازم اروح بكره الجيم اموت نفسي علشان اعوض ده، فانا كده عوضت ده فكمل اكل. ده غلط. غلط. ده بقى اللي انت بوظته في وجبه، جسمك بيقعد له 3 ايام عشان يعمل ريكفري، علشان يبتدي الحاجه ديت تبتدي تروح من عندك. فانت احسب بقى كام وجبه، كام صح. كالوريز، صح. كام لو كام قسناها كام كده انا الاول ابتدي اظبط حياتي الغذائيه، بعد كده الرياضه ده باستمرار. انا ما بفكرش انا بلعب رياضه عشان حاجه، انا بلعب رياضه عشان فرحي كمان اسبوع، انا بلعب رياضه علشان مسافره وصحباتي هيشوفوني بالشكل ده ازاي، انا بلعب رياضة. كل دي محفزات، اعملي ده. لكن مش هتجيب النتيجه اللي احنا بنتكلم فيها غير بالتلاته، لازم نكمل تغذيه وراحه والتمرين. بالظبط. طب انواع التمارين بقى برضو يا كابتن بتفرق برضو بالذات كمان، يعني طبعا لكل الناس لكن برضو للبنات والسيدات. بالنسبه للكارديو وبالنسبه للويت ليفت، مين اعمله اكتر؟ الكلاسز راي حضرتك فيها ايه؟ انا بروح الكلاسز بس نمسكها واحده واحده. نمسك واحده. ايه تارجت كل واحد؟ ايوه، في حد عايز يخس وفي حد عايز يعمل شيب. مش شرط. انا تارجتي ان انا اروح الجيم انبسط. صح. يبقى ما عنديش مشكله في اي حاجه، انا رايح الجيم عشان انبسط. طب عشان انبسط وفي نفس الوقت يبقى شكلي كويس. انا شخص متزن زي حضرتك، عندي نسبه دهون، نسبه عضلات نورمال، انا انسان نورمال. طب اطلع من مرحله النورمال لمرحله الاسيليت. اسيليت يعني راجل رياضي. تمام. يبقى لازم افقد شويه دهون وازيد شويه عضلات، هي عمليه عضلات ودهون. فنبتديها واحده واحده، نشوف جسمي بيبني ازاي ويحرق ازاي. انا الاكل اللي انا باكله بيتخزن في الكبد على صوره جلايكوجين، اللي هي الماده اللي الجسم بيستغلها كطاقه. ومش عايز اخش مع الناس في تفاصيل علشان مش هتفهمها قوي، ATP و ADP والحاجات دي كلها. فالطاقه اللي موجوده في الكبد ديت مخازن بكل بساطه. اول ما ببدا رياضه جسمي يبتدي يسحب منها الطاقه لحد ما تخلص، بعد كده ينقل على ايه؟ الدهون، يحولها كمصدر طاقه. فانا ببدا تمريني، اخلص ATP والADP والجلايكوجين والحاجات اللي متخزنه في الكبد، الطاقه بتاعت اكلي. ايوه. وابتدي اخش على ايه؟ مخازن الدهون والفاتس وكده. فيفضل ان انا ابدا تمرينتي اللي انا حابه الاول علشان اجيب منه التارجت اللي هو ايه؟ انا ابني عضلات. فاستغليت الطاقه دي ان انا عملت عضلات واتمرنت في الجيم بالاجهزه بالاوزان بهكذا. من بعد 20 ل 25 دقيقه من ادائي في التمرين جسمي بيبتدي يحرق دهون. بالظبط. فاستغل حرق الدهون ده في الكارديو. فاحنا نعمل التقسيمه بناء على جسمنا، مش كده. انا عايز احرق فاتس اكتر، فاحرقها بطريقتين. انا واحد عايز اخس، ابدا حرق الفاتس بالتمارين العاديه في الجيم، استغلتها وفي نفس الوقت بنيت عضلات، لاني كسرت عضلات هعمل ريكفري هتبني عضلات. ايوه. فيز نمبر 2 اللي هي المرحله الثانيه، ان انا احرق دهون بس، فابتدي اعمل كارديو. فاخش على مرحله الكارديو. طيب
بالنسبه للكلاس الكلاس المرحله الثانيه. ايوه طيب انا مش ضد الكلاس ولا اي حاجه، لكن انا لو دخلت الجيم عشان اعمل كلاسز بس مش هيعمل لي شيء. خلينا واضحين. ايوه لازم اعمل اداء رياضي بتمارين معينه علشان اغير في شكل جسمي. الكارديو اللي انا بعمله ممكن اعمله في عباره عن كلاس علشان ما يجيليش زهقان ملل. على التريد ميل او زهقان في حاجه، انا بقعد ساعه الا ربع فممكن على الاي في اكس، على أدخل التريد ميل، الكلاسز. اي مكنه او اي ناس ماشين. وقابلت ناس بقى في الكلاسز وموتيفيشن وبتاع، فعملت الكارديو بتاعي. تواصل اجتماعي كويس، ننبسط، ايوه بنعمل اللي احنا حابينه عشان دي سواء عضلات. زومبا او كذا او كذا او كذا، بيساعد في بناء العضلات علشان برضه نكون واضحين، لكن طيب. مش هو اللي هيعمل لي شيء. مش الاساس. تمام. بعمل الكارديو بتاعي في شكل كويس جدا واستفيد منه في نفس الوقت. طيب في الويت ليفت بقى زي ما حضرتك بتقول بيعمل شيب، بس انا ما ينفعش زي ما قلنا من شويه ان انا اللي اروح وامسك الويت واطلع اعمل كل التمارين، ولا حتى يا كابتن الابلكيشنز اللي منزله تمارين معينه او الاونلاين كوتشنج. قول لنا بقى عشان الموضوع ده دلوقتي يعني مش منتشر، هو ما فيش غيره غالبا دلوقتي الاونلاين كوتشنج والابلكيشنز اللي بتقول تمارين والناس بتروح بقى تعمل هي التمارين دي. هي بالظبط زي ما انا بالظبط اديك روشته الدكتور، اقول لك الروشته ديت خدي الدواء اللي فيها، تقولي انا اعرف ازاي؟ قول لي الدواء ده اسمه ايه، اجيبه منين، اصرفه ازاي، اخده ازاي. أيوة. صح. ايوه ده الكوتش. انا دلوقتي دخلت اونلاين كوتش وانا ما اعرفش اي حاجه ولا اعرف امرن نفسي، فلقيت الكوتش مشكورا راح باعت لي شويه تمارين وراح باعت لي طريقه اكل وخد وجايد نفسك. لا ده هيتابع معايا. هيتابع معاك ازاي؟ هيشوف ادائك الحركي. قال لك العب شيست بريس، ربنا كرمني وعرفت يعني ايه شيست بريس. بالظبط. قعدت ايدي فوق ايدي تحت، ازق ازاي، انزل ازاي، طريقه النفس، العدد، اعمل بسرعه ولا اعمل بطيء، ايوه الوزن هيبقى قد ايه، ايه المناسب ليا. دي كلها حاجات كتير. وبتفرق يا كابتن طبعا في الزوايا. في ناس محترمين كل حاجه. احترمهم كمدربين ان هو عنده في الابلكيشن بسالك بعض الاسئله عشان اعرف انت تعرف تمرن نفسك ولا لا. صح. فانا قبل ما اخش على الابلكيشن، قبل ما اخش اعمل اونلاين كوتشنج مع حد، لازم اكون اعرف امرن نفسي، واتمرنت في الجيم فتره تخليني اعرف اسوق نفسي كويس. صح. فكل اللي بيعمله الكوتش ان هو بيديني الطريقه المناسبه ليا بناء على جسمي علشان يشغل لي ده. انا كتير قوي بيقولوا لي عايزين نعمل اونلاين معاك اونلاين معاك، فانا مش حابب ابدا ده، ولو هبداه لازم ابداه مع ناس فاهمه بطريقه معينه، بطريقة نبقى معينة. مثبت حاجات معينه منها اعرف، هو يكون راح الجيم وعارف هو بيعمل ايه، فانت لما تقول له يعمل التمرينه دي هو بيعرف يعملها. لانه في الاخر هيرجع يقول انا اتمرنت مع فلان ما جابليش نتيجه، ولو انا أو جاب وحظي إصابة بقى او حد عمل حاجه او غلط جالي اصابه. عمل اصابه ده يعني بالظبط. مثلا لو انا بمرن 10 5 منهم راحوا في داهيه والخمسه التانيين نجحوا، انا انسان فاشل. صح. تمام. فهي دي ما انصحش بيها دي اي حاجه حد. مهمه فعلا الناس تعرفها، ان ممكن الناس بتستسهل او بتشوف حد بيعمل حاجه معينه فبيروحوا يقلدوا التمارين. ما هو للاسف احنا عندنا في الوطن العربي كل الناس خبراء، كل الناس محللين، كل الناس فاهمين كل حاجه. لا انا بحب الوضوح. حتى عندي في الجيم يا جماعه انا عامل كلاس للبيجنر، ما الاقيش هيحضر فيه حد. صح. لو شلت كلمه بيجنر مبتدئ وحطيت كلاس عادي للناس السترينث، الاقي ناس داخله يا عيني عمرها ما شافت رياضه وجايين عايزين يدخلوا. هي الايجو بتاعي والطريقه بتاعتي مش هتقللني لما انا اخش لا كلاس طبعاً. بيجنر. لازم نتعلم اول. لازم نتعلم. فهو ده. صح. لو كل واحد صادق مع نفسه وعرف هو الحته فين. دي او هو فين، صح. هيفيد نفسه مش هيضر نفسه. بس اغلب الضرر بيجي من حته الايجو دي بياخدوا على ان هم لازم يبقوا عارفين فخلاص. لا طبعا. للاسف. طيب من اول اليوم كده في التمرين، قولي التمرين نبدا كده يومنا ازاي بالتغذيه بتاعته من اول الصبح بالليل. انا عارفه ان لازم في حاجات معينه تبقى الصبح، ان ربنا خلقنا ان احنا نبقى الصبح معانا اكتر باور واكتر هرمونز واكتر نشاط. اشرح لنا بقى الموضوع ده. بكل بساطه ربنا فعلا في القرآن الكريم جاب كل حاجه بادله، حتى في كل الاديان وكل العقائد والدكاتره اثبتوا ده. يقول لك وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. يعني ايه النهار معاشا؟ يعني الطاقه بتاعتي واكتر حاجه ابذل فيها مجهود الصبح. فعلا اثبتوا ان الثيرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه بتفرز هرمونات النشاط التي 3 والتي 4 اكتر فتره بدايه من الفجر من الصبح لحد قرب الظهر كده، وبتبتدي تقل لحد ما تنتهي ما يبقاش موجود. بالظبط. فانا لو استغليت هرمونات النشاط دي، الطاقه بتاعتي تديتني طاقه عشان احرق فاتس وابني واكسر عضلات في جسمي علشان اعمل ريكفري بعد كده، هتبقى الصبح. وبالليل بيفرز بقى هرمون النمو الجي اتش اللي هو الجروث هرمون الطبيعي اللي في جسمي علشان يديني معدل راحه يساعدني على النوم، يحصل لي ريكفري اللي انا عملته الصبح. هو ده احسن ان احنا نتمرن فافضل ان احنا نتمرن الصبح عن بالليل. بالليل. لو حد مشغول او حد يومه مش بيسمح
لو اتمرن الناس عشان تفهمني مظبوط، اه انا ما بقولش التمرين الصبح يا اما بلاش، صح. لا، لو انا اضطريت ان انا اتمرن بالليل الساعه اتمرن. البيولوجيه بتاع الجسم هتتغير وهستفيد برضو. التغذيه انا مهمة بقول برضه. الافضل الافضل. ان انا اتمرن الصبح عن بالليل. افرض ان انا اتمرنت بالليل هتجيب نتيجه كويسه ونتيجه هايله وهتعمل اللي انت عايزه، بس بناء على الثلاث حاجات اللي قلناها: التغذيه، التغذيه والراحه، راحة، التمرين. التمرين. حلو قوي. طيب برضه بطريقه كده بسيطه، الحاجات اللي مهم ناخدها قبل التمرين وبعد التمرين، حاجات طبيعيه حتى، مش هنتكلم عن حاجه تانية. نتكلم عن التغذيه. اه احنا عندنا مينرالز، فيتامينز، بروتين، كربوهيدرات، ميه، اللي هي الهرم الغذائي زي ما بيقولوا، وتركيبته ازاي. نعمل نيوتريشن بلان كده خفيفه بسيطة. ايه اللي نبعد عنه وايه اللي نقربه. عندنا منتجات الالبان كلها، اللبن والجبن طبعا الناس كلها بتحبها، انا ضدها، يعني بعد سن معين مش محتاجها. الكالسيوم موجود في منتجات نباتيه وموجود في البيض وموجود في حاجات تانية كتير اقدر استغله. الالبان مضره بالنسبه لي وبقولها علنا اهو يا جماعه، نبعد عن منتجات الالبان كامله. بتقلل معدل البناء في جسمي، بتدي الجسم بعض السموم، ممكن تعمل اضطرابات في الهضم وفي المعده، الناس اللي عندها مقاومه لاكتوز في جسمها او كده، فنبعد عنها تماما. هلاقي جسمي ما يعبيش ميه، ووتر ريتنشن، هلاقي جسمي احسن، معدل حرقي اكتر. تاني حاجه السكر والملح، اتقوا شر الابيضين، السكر والملح. كل ما ابعد عنهم كل ما يكون افضل. السكر بالذات، الملح ممكن استغله زي ملح حاجات الهيمالايا بسيطه واللي موجود في اكلنا، ملح طبيعي صوديوم، تمام. كميات لكن بسيطه السكر برضه ننساه تماما من حياتنا. هلاقي جسمي اتغير. نبتدي ندخل بروتين حيواني في جسمي على مدار 3 وجبات، جسمي محتاجه جدا جدا جدا، عشان معدل البناء بتاعي، عشان معدل الهرمون، علشان معدل التغذيه بتاعتي السليمه. فلازم ادخل بروتين حيواني 2 أو 3 في اليوم على حسب احتياجي وعلى حسب التمرين. ممكن حد بيتمرن قليل، حد بيتمرن بيلد كتير، ماسلز، حسب انا عايزه ايه من التمرين بالظبط. حسب انا عايز ايه من التمرين بالظبط. نبدا تاني الصودا، نبدا المصنعات كلها، ناخد يعني في مثلا يقول لك جزيره في بالي في كذا الناس بتعيش لحد 100 سنه، ما بياخدوش اي حاجه فيها مصنعات. بياكلوا لحوم طبيعيه، ده صعب. بياكلوا اسماك، بياكلوا منتجات طبيعيه من الطبيعه، فواكه وخضر غير معالجه كيميائيا، او حتى لو معالجه كيميائيا وانت غسلتها وعالجتها انت بنفسك في بيتك، دي اسمها نبات انت اللي عامله، مفيش فيه مصنعات، مفيش فيه مواد حافظه. العيش ومنتجاته والمخبوزات مرت بمراحل قد ايه عشان توصل لك ده؟ هتمر بمراحل التفكيك، فمعدل تخزينها في جسمك هيبقى اسرع. او في حاجات بتبقى الجلايسيميك اندكس او معدل اللي بتعلي السكر في الدم جامد بسرعه طبعا، فده بيأذي برضو جامد، لانه بيستفز الانسولين وبالتالي بندخل في دوامه تانية وكده يعني. بالظبط. فانا باخد المنتجات السهله، رز، بطاطا، بطاطس، ربنا خلقها من الطبيعه. بتعمل كده برضو. ناخد الكربوهيدرات بتاعنا نقسمها، مثلا ايه اللي اخده قبل التمرين، او ناخد ايه بقى قبل التمرين وايه بعد التمرين. افضل حاجه اخدها قبل التمرين من اكلي 70-80% من اكلي اللي قبل التمرين يكون فيه كربوهيدرات، ماده نشويه عشان يديني طاقه واحرقها. حلو. وابتدي استغلها كمصدر طاقه البنزين بتاعي. البناء بعد التمرين اخد نسبه 60-70% من اكلي اللي بعد التمرين فيه بروتين علشان اللي انا كسرته يساعد في البناء بتاعه. صح. فلازم اوزن الوجبه بتاعتي قبل وبعد التمرين بحيث ان انا استفيد بيها استفاده ايه قويه. ما ننساش شرب الميه، الناس بتنسى ده. شرب الميه ده مهم جدا 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 جدا. ده 2.5-3 لتر على الاقل في اليوم، تفرق من شخص للتاني. واحد زي حجمه كبير ممكن اشرب 4-5 لتر في اليوم، حد تاني حجمه قليل. المهم نسبه الميه في جسمي ما تقلش، لازم اشرب باستمرار. طيب يا كابتن، موضوع السبلمنت في كده ابيوز او سوء استخدام، ان هي مايند سيت انا رايح الجيم انا هجمع كل السبلمنت وهشتري بقى السبلمنتس بتاعتي واخدها، وساعات ما يكونش حد محتاجها، مش كل ده. قول لي بتشوف ايه من الموضوع ده؟ بشوف ان هي سوء استخدام وعدم معرفه. يعني ايه؟ انا رايح الجيم، طيب اشوف تارجتي ايه واروح لحد متخصص في ده. الناس بتفرق، دي معلومه مهمه جدا. السبلمنت ده بالنسبه لهم شيطان، لا، لازم نفرق ما بين المنشطات، ايوه، والهرمونات بالظبط، والمكملات. تمام، صح. المنشطات دي ماده ناس بتاخدها علشان تدي اداء غير الطبيعي. انا بجري نص ساعه، لا هيخليني اجري ساعتين من غير ما اتعب. تمام. الهرمونز ان انا بعمل تغيير في شكل عضلي علشان اكبر حجم حاجه معينه، ازيد بشكل معين غير طبيعي يخليني ادائي سريع جدا جدا جدا. المكملات
اسمها مكمل غذائي عشان الناس تفهم، مش بديل غذائي. دي كانت نقطه ثانيه. لا احنا لازم ناخد، لسه ده هاجي لحضرتك ان احنا عايزين ناخدها من حاجات طبيعيه. الله ينور عليك. بالظبط. المكمل الغذائي مصرح به وزاره الصحه العالميه كلها، سواء بروتين، سواء امين، واي بروتين، بي سي اي، بري ورك اوت، جلوتامين، ارجينين، في حاجات لو قعدنا نعد فيها كلها كتير تقع تحت طائله السبلمنت او المكملات الغذائيه. طريقه استخدامها وانا محتاج ايه؟ بالزبط. لازم يكون حد فاهم فيها. يعني مدرب جيم على راسي من فوق بيحكي لك تجربته الشخصيه في التغذيه، لازم يكون فاهم في التغذيه عشان يديك الحاجه المناسبه ليك. انت سيادتك دلوقتي معدلات حرقك قليله، ممكن اديكي شويه بروتين علشان يعلي لك نسبه البناء عندك، واديكي حاجه تعلي لك المينرالز فيتامينز عشان ما تفقديهمش اثناء التمرين، سواء بقى بي سي اي، شويه جلوتامين عشان يعوض لك ده، ارجينين علشان يديكي معدل حرق زياده. ازاي؟ لان في حاجات قبل التمرين وفي حاجات ديورنج وفي حاجات بعد، فبرضه الناس برضه ما بتبقاش عارفه ده. اتجه للسبلمنت مع حد فاهم يرشدني ليه كويس. طيب ولو انا عايزه اخد بقى حاجه طبيعيه، لو انا لسه ببتدي ومش عايزه ادخل في القصه دي، عايزه اخد حاجه بري ورك اوت كده قبل التمرين، نبتديها زي ما قلنا، ايه الاكل المناسب قبل التمرين وبعد التمرين؟ انا خدت كربوهيدرات مناسبه ليا قبل التمرين بساعتين. تمام. طيب انا عايز ادي شويه طاقه، لو جبت كوبايه قهوه وتفاحيه تمام خدتهم قبل التمرين، انا كده عندي معدل طاقه هايل. الحاجات الطبيعيه اللي تديني طاقه، الجينجر الطبيعي اللي هي الجنزبيل الفريش، السمسم، نقول مثلا الافوكاتو، نقول مثلا في تركيبات كده معينه، معنى مش مع الشوفان قوي كماده غذائيه، لكن لو ممكن يساعد ميكس بيه حاجات بالظبط علشان يبقى ماده يديني الميكس ده. يعني انا لو جبت عصير فيه ليمون، فيه جينجر، فيه تفاح، فيه جزر، خلطتهم ببعض بنفس النسب وحطيت عليهم معلقه عسل، انت خدت بري ورك اوت هايل. وصفه هايله طبيعيه ممتازه تديني بري ورك اوت عظيم. ده اللي احنا عايزين نوصل بيه، ان الناس تعرف تبدل حاجه دي بحاجه طبيعيه. جميل. البروتين كمكمل غذائي، انا بقولش بقى كمكمل غذائي، لا كماده طبيعيه في التغذيه بتاعتي. بروتين اللحمه، عشان فيه كرياتين، عشان اخد كرياتين لجسمي عشان ازيد حجم عضلي لازم اخد كميه لحمه كتير قوي. عشان كده بناخد بالظبط. فاسهل بروتينات في الهضم نقول نبدا من اول بياض البيض، يليه السمك، لحوم الاسماك، يليه لحوم الدواجن، يليه اخر حاجه لحوم الابقار اللي هي اللحوم الحمراء. فانا بدخل اللحوم الحمراء مره مرتين في الاسبوع علشان معدل الكرياتين في جسمي. هل يا ترى كل لحوم حمراء على طول؟ ما افضلش. ناخد ننوع من اجزاء البروتين علشان جسمي يستوعب دوت ومعدل هضمي يكون سريع. ميرسي جدا يا كابتن. سؤال بقى شخصي يا كابتن، الحقيقه هو ايه السر في ان حضرتك معاك النجوم والفنانين، وايه السر في الموضوع؟ يعني ايه اللي حصل؟ هي عمليه تراست، ثقه. ده يعني ايه فعلا؟ انت دلوقتي جبتي نتيجه مع عميل معاكي، سواء اي شغلانه انت بتشتغلي وجبتي نتيجه هايله، اول حاجه بيقولها وورد اوف ماوث. وورد اوف ماوث بالظبط. ده فلان ده كذا كذا كذا، ولا تعبت نفسي في اي حاجه. اول حد بدايتي كان الفنان احمد السقا، عمل نتيجه هايله جدا والناس خدت ثقه من دوت. ابتدت الفنانين تسال، قال لهم الناس عرفت، جبت نتيجه مع كتير قوي بقى. مش عايز انسى حد فيهم. لا ده حضرتك ما شاء الله يعني بشوف. ورانيا يوسف والفنانه غادة عادل ومها احمد ما شاء الله احمد السعدني وناس كتير بدايتي كانت معاهم ما شاء الله يعني. وياسر جلال طبعا ده اخويا الكبير ويعني صديق جدا جدا من الناس الجميله. والجميل محمد امام اللي هو انا شفت الترانسفورميشن برضو والده، ربنا يا رب يديله الصحه وفي نفس الوقت يديله نفس اللي اداهوله. حد قوي جدا، حد هايل. الميزه بقى ان هم عندهم تارجت، ده اللي انا كنت اتكلمت عنه. عندي تارجت خلال شهر 2 اوصل له علشان ابقى بالشكل ده وحافظ بعد كده. الميديا بقت اختلفت، الناس بقت عندها وعي. انا شايف البطل قدامي. زمان بقى ما كانش فيه كده طبعا، يضرب 20 يضرب 30 واحنا مبسوطين. دلوقتي الفكر اتغير، الطفل يقول لك لا ده مش لوجيك، ده مش طبيعي ان ده يضرب ده، فلازم ابقى شكلي مناسب عشان اعمل ده. صح. وهو الميديا كمان هي السبب في ان احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم عشان نحاول نوصل للناس الكلام المهم بالنسبه للرياضه. من الاول الاطفال ده كان موضوع مهم جدا، بعد كده البنات انه مش هندخل الجيم هيطلع لنا عضلات، دي كانت بالنسبه لي ده خطأ كبير. واكيد حضرتك شفت الموضوع ده وبتعاني كتير جدا. ما كنتش انا عايز اخش، مش عايز ابقى زيك، انا عايز ابقى زيي. انا علشان اوصل لده تعبت كتير، وفي شقه وفي تمرين وفي حاجات كتير قوي الواحد مر بيها.
فده انت هتوصل له بس عليه نتائج. فانت مش بكل السهوله دي ان انت خايفه ان انت تبقي كده، لا ما تخافيش. مفيش واحده تخاف ان هي تبقى كده. لازم عشان ابقى بعضلات، وبقولها صراحه مفيش أيوة. بنت بيطلع لها عضلات الا بتغيير هرموني، تمام. لان انت ما عندكيش الهرمون اللي ربنا خلقه في الولاد عشان تبقي عشان كده. توصل للمرحله فما دي. تخافيش من كده، اتمرني وشيلي اوزان وزودي الاسترنس بتاعك، هيغير شكلك بشكل حلو. ميرسي جدا يا كابتن على وقتك ومعلوماتك الكتير دي، وطبعا هنشوف حضرتك تاني اكيد وتالت. اكيد، ده حاجه تشرفني. شكرا يا كابتن. شكرا ليكي، وان شاء الله بالتوفيق والناس تستفيد من اللي احنا قلناه. يا رب. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. كابتن محمد قال لنا حاجات مهمه جدا بالنسبه للبنات والتمارين. بالنسبه للاوزان، الموضوع مش ان احنا نروح الجيم ونشيل اوزان، مهم جدا التغذيه قبل الجيم، مهم كمان بعد الجيم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وفادتكم، واشوفكم في حلقه جديده.